السلام عليكم. المنتخب الجزائري اليوم في مقابلته الودية ضد المنتخب السويدي بعد اللي كنا باش نحكيو على نهاية مقابلة كارثية وأداء تعيس للجزائر، ولينا نحكيو على أداء محترم المنتخب الخضر. كما نعرفوا اليوم المنتخب الجزائري بالرغم أنه انهزم 4-3 أمام المنتخب السويدي، لكن وقت اللي نحكيو على منتخب وصل قبل 4 أهداف كاملين وخرج من المقابلة وبتغييرات المدرب بيتكوفيتش قدر انه يرجع في النتيجة وسجل 3 أهداف كاملين. اليوم المنتخب الجزائري بالرغم الهزيمة وبالرغم انه قبل 4 أهداف لو تجسمت فرص بغداد بنجاح وحدها، ماناش نحكيو على اهداف الفريق ككل، لا فقط اهداف او فرص بغداد بنجاح، نحكيو على 3 فرص سانحه للتسجيل. اليوم رانا نحكيو على ريمونتادا تاريخيه للمنتخب الجزائري عادي جدا. اليوم رانا نحكيو على فوز المنتخب الجزائري على المنتخب السويدي 5-4. الهزيمه هذه راهي عندها اسبابها، ما جاتش هكاك من باب الصدفه، هو راهو ساعه لساعه منتخب وقت اللي يمر بسلسلة إيجابية، وفي السلسلة الإيجابية هذه والنتائج الإيجابية والانتصارات ما ثماش المنتخب اللي في القيمة متاعك ولا انتصرت على منتخب أفضل منك حتى في القارة الإفريقية، وقت اللي تكون جميع النتائج متاعك إيجابية هوكا ساعة على ساعة ما فيها بس وقت اللي تواجه منتخب في مستوى معين على غرار المنتخب السويدي باش تقف على حقيقة متاعك قبل ما يجد الجد، لأنه الانتصارات اللي انتصرها المنتخب الجزائري تغلط، ما نقولش انتصارات تافهة لكنها انتصارات تغلط، يعني ما فيها بس. لو اليوم المنتخب الجزائري شاف روحه ضد منتخب في قيمة المنتخب السويدي، لكن ماهوش المنتخب السويدي إلا لو أنهى المقابلة ب4-0، لأنه بصراحة بالفرص اللي جاته وبالفترة الفراغ اللي مر بها الجزائر كان انه قادر حتى انه يسجل اكثر من 4 أهداف، لكن ماهوش هو المنتخب اللي باش يظهر المنتخب الجزائري على حقيقته، لانه حتى لو كان تجي تشوف القيمة الفنية لملاعبية المنتخب الجزائري تلقاها تضاهي بل بعض الملاعبية مستواهم افضل من مستوى ملاعبية منتخب السويد. لكن لهنا يجي السؤال المطروح، كان القيمة الفنية لملاعبية المنتخب الجزائري في قيمة المنتخب السويدي والبعض أفضل من ملاعبية المنتخب السويد، ومع هذا أقبل 4 أهداف كاملة. شنية السبب اللي خلى الجزائر يقبل 4 أهداف؟ سبب أنه 4 ملاعبية من منتخب الخضر 3 منهم ما عادش عندهم بلاصة، ولاعب أصلا هو ما عندوش بلاصة كان ساعة لساعة، فأصبح الفترة الأخيرة متواجد باستمرار في التشكيلة الأساسية. شوف المستوى العالي اليوم المنتخب الجزائري لعب ضد منتخب يقرب للمستوى العالي، بما أنه نحكيه على منتخب متواجد في المرتبة 28 عالميا. في المستوى العالي مثلا وقت اللي نتفرجوا في مانشستر سيتي، ريال مدريد، نتفرجوا في ليفربول، المدربين ساعة لساعة وقت اللي يصير تغيير ولا ملاعبي يتضرب ويخرج وما يتعوضش بسرعة، تشوف المدربين متغشين وياكلوا في بعضهم ماكل. علاش؟ على خاطر الدقيقة وكل الدقيقتين اللي مر فيهم فريق بنقص عددي بالنسبة للمدربين هذوما في المستوى العالي عندها قيمتها، فما بالك انت اليوم منتخب جزائري يواجه في المنتخب السويدي كما قلنا مستوى محترم وناقص او تخلى المقابلة ناقص 4 ملاعبية بالطبيعة، وال4 ملاعبية هذوما في 3 صفوف، نحكيو على صف الدفاع، خط وسط الميدان وخط الهجوم، نحكيو على عيسى مندي، نحكيو على اسماعيل بن ناصر بالرغم انه سجل هدف، ونحكيو في خط الهجوم بالطبيعه على رياض محرز وسعيد بن رحمه. عيسى مندي صحيح يلعب في فريق ليل، لكن رانا حاليا نحكيو على لاعب عمره 34 سنة، يعني العمر راهو عنده دور. اليوم كي تشوف تحركات عيسى مندي بصراحة ملاعبي رزين، وبصراحة لو كان ممكن حتى لو كان باش نقارنه بمدافع الترجي الرياضي توغاي، ممكن النجم اقول لك توغاي الفتره الحاليه بلاصتو قبل بلاصه عيسى مندي، يقعد لاعب خبره، لكن اللاعب اللي ولا رزين يعني في المستوى العالي ممكن ما عادش باش يلقى روحه. اسماعيل بن ناصر صحيح سجل اليوم هدف عالمي، اسماعيل بن ناصر صحيح نحكيو على ملاعبي عمره 27 سنه يلعب في مارسيليا الفرنسي، فريق كبير في الدوري الفرنسي، لكن ما عادش نحكيو على
عيسى او اسماعيل بن ناصر بيجميلا، ما عادش نحكيو على اسماعيل بن ناصر ايامات اسي ميلان ملاعبي، يا اما باش يرجع او اقل قليل يقرب للمستوى نتاعو اللي تعرف عليه مع اسي ميلان، لكن بصراحة لو كان باش يقعد في المستوى هذا راهو باش يتعب برشا وسط ميدان المنتخب الجزائري. دليل المهاجم المنتخب السويدي اللي سجل 3 أهداف كان سيمار، انا نحكيو على ملاعبي عمره 32 سنه، نحكيو على ملاعبي ينشط في بطوله قبرص، بطوله قبرص اللي تسمع بها اسمع اليوم تشوفوا شنو عمل لاسماعيل بن ناصر، اسماعيل اللي معروف عليه يقرا اللاعب الاجريسيف، اسماعيل بن ناصر اللي يعرفك قبل ما تفكرش باش تعمل بالكره يفهمك، لكن اليوم شوفوا العكس، نشوفوا في اسماعيل الملاعبي كان سيما كيف العياري من الاصول التونسيه هزوا جابوا مشاه بعثوا ورجعوا، اسماعيل لا حول ولا قوه، وهذا امر عادي جدا كما قلنا، راجع من اصابه طويله ومستواه نزل، لكن بصراحه نعاود نقولها المستوى الحالي لاسماعيل راهو ما يخولوش باش يكون اساسي في تشكيله الخضر. كان سيما كيف ما عمل اليوم لاسماعيل بن ناصر كيف عمل الدفاع المنتخب الجزائري اللي كان في فتره طويله خارج الموضوع. اللاعب الثالث وهو الكابتن رياض محرز، مانيش فاهم انا رياض محرز يا اندرا، ثم حاجتين هما، يا اندرا البيتكوفيتش ما لقاش اللاعب الى حد الان اللي يعوض رياض محرز في البوست هذيك، والا قدر في رياض محرز مازال متواجد في التشكيله الاساسيه، لانه مستواه نزل اكثر برشا من مستوى اسماعيل بن ناصر. رياض محرز يا حسره نحكيو على رياض توا تاع الكنترول، يعمل لك كنترول ويوفى الحديث غادي، يوفى الحب، كنترول باس كنترول باس، وحتى الباس ماهيش شكل الباس الديسيزيف، باس يعني بتاع واحد حتى يكون بجنبه زوز 3 متر ويعطيه باس، يعني ما عادش عنده الانيسياتيف، خلينا نقولوا ما عادش عنده الاراده حتى ولا القدره باش يفسخ لك الملاعبيه كيف ما كان يعمل في السابق مع مانشستر سيتي ومنتخب الخضر. واللاعب الرابع سعيد بالرحمه، بصراحه سعيد بالرحمه ممكن على خاطر اليوم اللاعب عموره غايب، لكن لا ايامات ويست هام كان عنده بلاصه مع منتخب هو يعني ايامات ويست هام وما عندوش بلاصه، فما بالك حاليا يلعب مع فريق نيوم في الدرجه الثانيه السعوديه اللي بالطبيعه ظهر لي صعد للدرجه الممتازه. لكن هو البليلي وقت اللي كان يلعب في قطر وبن رحمه يلعب في توتنهام ما كلش معاها الخبز، تتصور انت يعني بشكل الخبز حاليا مع عموره من ابرز، كان ما قلناش ابرز لاعب في المنتخب الجزائري، ونحكيو على ملاعبي يلعب في نيوم السعودي، لذا اليوم 4 ملاعبيه ولاو نحكيو على ملاعبيه تقريبا خارج الخدمه، فبحيث كيف تحب يظهر المنتخب الجزائري ضد اليوم منتخب في قيمه المنتخب السويدي، بدليل انه وقت اللي بيتكوفيتش قام بالتغييرات نتاعو وحتى التغييرات اللي قام بها رانا ماناش نحكيو على ملاعبيه مستوى عالي، نحكيو على ملاعبيه محترمين، ومع هذا قدروا انهم يحدثوا الفارق ويرجعوا في النتيجه، لانه المنتخب السويدي كمستوى مانيش نقول لك مستوى منتخب عادي، لكن تقريبا نفس مستوى المنتخب الجزائري، وهذاك علاش قلنا عده اسباب كانت اليوم وراء تاخر المنتخب الجزائري، اللي لو كان عرف المدرب بيتكوفيتش كيفاش يقرا مليح المنتخب السويدي راهو الاسبقيه كانت المنتخب الجزائري، وممكن حتى راهو اليوم اقدر انه ينتصر على المنتخب السويدي. حاجه باهيه انك تكون، حاجه خايبه انك تقبل 4 أهداف، حتى لو كنت تنتصر حاجه خايبه تقعد انه دفاعك يقبل 4 أهداف، لكن الحاجه الباهيه انك قدرت بالرغم 4 أهداف وبالرغم انه فريق تقريبا انهار، ومع هذا بعد التغييرات قدر المنتخب الجزائري انه يرجع ويسجل 3 أهداف. ما نقولوش لحفظ ماء الوجه، حفظ ماء الوجه وقت اللي نحكيوا على هدف، لكن 3 أهداف وكان يقدر باش يسجل هدف التعادل وحتى ممكن هدف الانتصار، مقابله اقل من نجم نقولوا عليها محترمه بالرغم من الهزيمه للمنتخب الجزائري. حلقتنا اليوم مفيد، في ختام الحلقه البيان متبقى كما نقول لكم حظ موفق المنتخب الجزائري، حظ موفق المنتخب التونسي، تحيا تونس، تعيش تونس، كنا تونس، وسلام.